الطلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال دائما وأبدا. بينا يلا نحل بعد دلوقتي ونكمل أسئلة كتاب المدرسة. وهنحل مع بعض النهاردة الدرس رقم 1 في الوحدة الثانية اللي بعنوان مظاهر سطح وطننا العربي. ده الدرس الأولاني في الوحدة الثانية. طيب ده صفحة كام؟ 38. طب بينا نحل مع بعض ونقول: 1. وضح كيف تساهم مظاهر السطح في دعم الأنشطة الاقتصادية. هل تنوع السطح بينوع الاقتصاد؟ أقول لك يعني المناطق الجبلية تسمح بممارسة بعض الأنشطة الترفيهية والسياسية، مثل التزلج على الجليد وزيارة البحيرات المالحة ناحية سيوة. كما يوجد النشاط التعديني والسهول الفيضية دي اللي عملت على قيام الزراعة. 2. استخدم شبكة المعلومات الدولية وابحث عن أنشطة أخرى تأثرت بمظاهر السطح. أنا بحثت نيابة عنك. طب تعال نشوف الإجابة: انتشار حرفة الري في بعض المناطق بسبب وجود المراعي الطبيعية على سفوح الجبال، أو في المناطق السهلية المطيرة، يعني المناطق السهلية اللي فيها مطر. أيضا سياحة السفاري في المناطق النائية البعيدة الجبلية والصحراوية. طيب السؤال رقم 2: قارن جبال أطلس وجبال البحر الأحمر في الجدول التالي. من حيث الموقع، أول حاجة جبال أطلس تقع فين؟ شمال غرب أفريقيا، في المغرب والجزائر وتونس، في 3 دول عربية. طب سبب تكوين جبال أطلس؟ تقول لي تكونت بسبب حركات التوائية. طب الجبال البحر الأحمر موقعها فين؟ هنقول مع بعض إن موقعها موجودة على جانبي البحر الأحمر، في مصر والسودان في الجناح الأفريقي، والسعودية واليمن في الجناح الآسيوي. طب سبب تكوينها حركات انكسارية. كده نكون خلصنا الصفحة الأولانية من تدريبات كتاب المدرسة. بينا بقى على الصفحة التانية، يلا بينا. 3. تأمل وأجب. تأمل الصورة التي أمامك لأحد مظاهر السطح في الوطن العربي، ثم اكتب هذه اسم الظاهرة. احنا شايفين رمل كتير، صح؟ اهو الرمل الكتير ده اسمه ايه؟ اسم الظاهرة اللي قدامي دي هي الكثبان الرملية. والكثبان الرملية معناها التجمعات الكتير من الرمل. سبب تكون الكثبان الرملية هي عوامل التعرية الهوائية، يعني الهواء هو اللي عمل الكثبان والرمل الكتير ده. 4. تعاون مع زملائك واجمع صور لمظاهر السطح المتنوعة في الوطن العربي وسمم ألبوما لها. انت هتقوم بالمهمة دي يا بطل. 5. تخيل أنك سترحلة إلى إحدى الدول العربية لمشاهدة أحد مظاهر السطح فيها. اختر التي ترغب في زيارتها، وحدد المظاهر التدريسية التي ترغب في رؤيتها والأنشطة التي ستقوم بيها. أنا أقول لك أنا اخترت دولة المغرب، أقوم برحلة إلى دولة المغرب. اشمعنى؟ أو هي فين؟ تقول لي هي تقع في شمال غرب الوطن العربي، أقصى غرب الوطن العربي. طب هزور إيه هناك؟ أقول لك هزور جبال أطلس والصعود على أعلى نقطة في الوطن العربي موجودة في المغرب، وهشوف المناظر الجميلة جدا وجمال الطبيعة الباهر. وكمان هشوف أو هروح أقف على المحيط، الوقوف أمام الشواطئ الرملية الجميلة على ساحل المحيط الأطلنطي اللي هو تاني أكبر محيط في العالم. فعلا ما أجمل ظواهر الوطن العربي الخلابة. الوطن العربي فيه مناظر جميلة جدا زي دولة المغرب اللي أنا وإنت فكرنا نروحها. طيب بينا بعد كده اقول لك بينا نكمل، بس اقول لك لحظة واحدة. لو انت ما كنتش بتتفرج عليا هتلاقي في الوصف لينك في كل فيديوهات شرح المنهج بتاع 6 ابتدائي. ولو ما كنتش عامل لايك اعمل لايك، ولو ما كنتش اشتركت اشترك. دي حاجات مهمة لازم تعملها. اقول لك حاجات مهمة جدا عشان نكمل مع بعض شرح وحل اسئلة. بينا على الصفحة اللي بعد كده. بينا دي الصفحة اللي وراها. السؤال رقم 6 بيقول: استعن بشبكة المعلومات الدولية الانترنت واحد مظاهر السطح وتتبع التغيرات التي مر بها عبر العصور. اكتب النتائج التي توصلت إليها. أقول لك مثلا الواحات البحرية احنا عارفين منطقة منخفضة. منطقة منخفضة. أقول لك هي ما كانتش كده. اتضح أن وقت لم تكن هناك الواحات البحرية منخفضة كما نراه.
إنما كانت منطقة مستوية ثم تعرضت إلى حركات التوائية مما أدى إلى تكون قباب يعني مناطق عالية تعرف بالبحرية. ثم هذه القباب تعرضت إلى عمليات تعرية هوائية خارجية أدت إلى تكوين المنخفضات بالشكل الحالي. ثم بدأت فيها الحياة مع اكتشاف المياه الجوفية، يبقى هي كانت مستوية وبقت عالية ثم بقت منخفضة زي ما احنا عارفينها دلوقتي. يبقى في تغير، طبعا كده في تغير اللي حصل في الواحات البحرية. يبقى مظاهر السطح بتتنوع على حسب عوامل تشكيلها. طيب لاحظ الصفحة 36 واكمل الجدول التالي. انا لاحظت، تعال نشوف بقى الدول التي فيها سهول فيضية. مين الدول اللي في الوطن العربي عندها سهول فيضية؟ مصر والسودان والعراق والصومال. طيب الدول التي توجد فيها سهول ساحلية، هنقول كل الدول العربية في الوطن العربي تمتلك سهول ساحلية مطلة على بحار او محيطات او خلجان. كلهم اقول لك ال 22 دولة عربية عندها سواحل. الدول التي توجد فيها سهول ساحلية وفيضية معا، اقول لك اللي فيها ساحلي هي فيها فيضي زي مصر والسودان والعراق والصومال، دول بس اللي فيهم فيضي وساحلي الاتنين مع بعض. ما الفرق بين السهول الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتلك المطلة على البحر الأحمر؟ الفرق ما بين السهول الساحلية ودي ودي؟ أقول لك السهول الساحلية المطلة على البحر المتوسط تتميز بسهلية الانتقال، يعني منطقة منبسطة وعدم وجود عوائق طبيعية كبيرة. أيضا تتميز بوجود أمطار شتوية يمكن الاعتماد عليها في الزراعة. السهول المطلة على البحر الأحمر بقى أقول لك دي فيها عوائق جبلية، جبال عالية، وفيها ندرة أمطار، مفيش أمطار، كمان فيها نشاط ديني عكس البحر المتوسط كان فيه نشاط زراعة. تعديني لأنها غنية معادن وأيضا مصادر الطاقة. هل دي صعبة؟ أعتقد الفرق ما بين السهول الساحلية بتاعت البحر المتوسط والبحر الأحمر مش صعب. بينا على السؤال الثالث وآخر سؤال في صفحة 40. تعال أقول لك السؤال رقم 3 اللي موجود في صفحة 40 وده آخر سؤال في الصفحة. ما الأهمية الإقتصادية لكل من السهول الساحلية والسهول الفيضية؟ إيه الأهمية الاقتصادية دي؟ أقول لك السهول الساحلية بها النشاط التعديني والسياحي لجمال المناظر البحرية، وممكن كمان نلاقي نشاط تجاري لأن فيها موانئ. طيب السهول الفيضية بقى، أقول السهول الفيضية بها النشاط الزراعي لأن فيها إيه؟ هي عذبة وتربة خصبة. يبقى الساحلي تعدين وسياح وتجارة، الفيضي فيها زراعة. السؤال بقى آخر صفحة دي صفحة طيب تعالى بيقول اقرأ الدرس مرة أخرى ثم أكمل الجدول. وادي العريش سبب تكوينه إيه؟ هنقول إن وادي سبب تكوينه تعرية مائية، ده وادي اتكون بسبب هطول الأمطار. طب وادي العريش، العريش دي في مصر. طيب جبال أطلس سبب تكوينها، عارفين جبال أطلس سبب تكوينها هي الحركات الالتوائية. طب التي توجد فيها الجزائر والمغرب وتونس. طيب وادي النيل سبب تكوينه ايه؟ التعرية المائية، وادي النيل ده تكون بسبب التعرية المائية. طب الدول مصر والسودان لأن نهر النيل بيجري في مصر والسودان. جبال البحر الأحمر سبب تكوينها قد انكسارية. طب الدول التي توجد فيها مصر والسعودية واليمن لأنها موجودة على جانبي البحر الأحمر. بحر العظيم لسه قايلين من شوية تعرية هوائية. طب الدول بحر الماء العظيم موجود ما بين دولتي مصر وليبيا. اللي بعد كده اكتب مقالا توضح فيه من خلاله مظاهر الجمال التي موجودة في الوطن العربي وقدرة الله سبحانه وتعالى في تكوينها. انا اسيب لك المقال ده انت تكتبه. طيب اختر دولة عربية وصمم نموذجا يوضح مظاهر السطح فيها مستخدما الورقة نرسم، يعني انت شاطر برضو في الرسم وهترسم كده. نكون خلصنا الدرس الجديد او الدرس الاول في الوحدة الثانية وانت فهمته. اتمنى انك لو كان في حاجة صعبة تسمع الدرس، هسيبه لك لينك فيه كل ايه بقى، كل فيديوهات
سنة 6 ابتدائي تقدر تتفرج عليه. كمان يا صاحبي لو انت محتاج بقيت حلول التدريبات بتاعه كتاب المدرسة، انا حليت الدروس اللي قبل كده واللي بعد كده هحلها، فما تنساش تشترك في القناة بتاعتنا. طيب صاحبي وصديقي طالب سنة 6، لو محتاج اي حاجة او اي جزء مش مفهوم هتلاقي صفحتنا على الفيسبوك كمان موجودة، يا ريت تروح تشترك فيها. انا مستر بشوي فؤاد، دائما وابدا في سلام ايها الطلاب الاعزاء واولياء الامور الاعزاء جدا. الى اللقاء في درس جديد، سلام.